يا السلام عليكم أصحابنا، كيف حالكم؟ كيف أنتم؟ كالعادة ضغطوا لايككة هذه ضغطومي، وحطوا رأيكم في التعليق والموضوع اللي بتكلم فيه الآن. والله إنه برد، أجواء برد. والله إذا بلتقطكم تصور لكم، لأن حصلت شيء وصراحة موجع، وضروري يمكن يد واحدة عشان نوصل رسالة، تكون يعني توصل رسالتك مهزز إلى قلوبهم، تفجعهم، تقول هذا الشعب ما يوقفه. لكن لما يشوفوا تفاعلكم بطيء وما في احد اتى رايه، ويشوف لك تعليقات كلها انتقادات فيما بعض، ما عادش قضيه. هذا هنا بيستنقصوا. فاشتي رايكم بالذات بهذا الموضوع الذي بتكلم فيه الان، وكل وضوح واختصار، ما اطول لكم عشان الموضوع اخلي دقائق. يمنيه في قطر 5 سنين معرضه للتهديد من طليقها، بعد تعذيب واهانه وتهديدها بترحيلها خارج البلاد. حرمها من ابنها 5 سنين أو 4 سنين، وهي تجري من محكمة لمحكمة. المهم بعد تعب وجهد السنين حكمت المحكمة بحضانة الطفل لليمنية أروى الصانع. فبعد هذا التعب كله راحت الأم بلهفة وشوق أن تحتضن ابنها أو تروح تأخذ ابنها للحضانة أو إلى دارها. فأول ما احتضنت ابنها يخرج الأب ويعمر سلاحه الشخصي ويطلق لها طلقة برأسها، قتلها قليل الشرف. طبعا استنقاص، يقول لك يمنية أو يماني، يعني أبو يمن. ايش يعني بيتنازلوا ولا ما بيسووا شيء اصلا؟ ما بيعدموا، فهمت؟ لان ما وراها احد، ما بيش حكومه، ما بيش سفاره، ما هيش مواطنه امريكيه او تركيه او دوله قويه. بيدخل الموظف الحكومي من هنا وهم يرسلوا التبرير والاعتذار وجاري التحقيق، ويرسلوا فريق مختبري عظيم يحلل الجريمه من اولها لاخرها، وخلوها ما معاها بعد الله الا انتم يا شعب اليمن. في وجهكم وانتم قلدكم الله. كل ما شاف موضوعي هذا انه يتفاعل ولا يسكت، وشارك مقطعي بكل مكان. يمنية تقتل بغير أرضها، فهذا عرضكم وشرفكم الجميع، سواء حتى لو كانت جنوبية، فهي عرضي وعرضك وعرض كل يمني. كل اللي تشوف كلامي كلكم، هذا عرضكم وشرفكم.